على الراديو، راديو دوجما 3.10. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. صباح الخير أحبائي. الحلقة 2 من كلمة ملعبكاني في المزمور 65 الآية 12 و 13. آية 12 بتقول: تقطر مراعي البرية وتتنطق الآكام بالبهجة. آية 13: اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، تهتف وأيضا تغني. في الطبعة اليسوعية بيقول: مراعي البرية تقطر والتلال بالبهجة تتسربل، المروج بالغنم تكتسي والأودية بالحنطة تتوشح، فيهتفون وينشدون. في الطبعة بتاعت الكتاب المقدس الدراسي بيقول: تموج مراعي البرية بالخير وتكتسي التلال بالبهجة، تتغطى المروج بالقطعان وتتوشح الوديان بالحنطة، فيهتف لك الكل فرحا وتسبيحا. في نص الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية بيقول: تقطر مراعي البرية وتتنطق الآكام بالبهجة، اكتست المروج غنما والأودية تتعطف برا، تهتف وأيضا تغني. في الآيتين دولت في بعض الكلمات ممكن تبقى مش واضحة شوية. مراعي البرية، تقطر مراعي البرية، يقصد بكلمة مراعي البرية هي بتشير البرية دي للأمم اللي كانوا قبل الإيمان، كانوا عبارة عن برية جرداء، ولكن لما ربنا رواها بروح القدوس حول النفوس البشرية لمراعي خضراء مملوءة بالمؤمنين. وبعدين بيقول: تتنطق الآكام بالبهجة. تتنطق معناها أنها ترتدي منطقة، والمنطقة هي الحزام، فيبقى كل البرية لما تبقى أراضي مليانة مية وشبعانة ورويانة بعمل روح ربنا، فيبقى الظاهر فيها انها متنطقة بالبهجة، انها مبسوطة وفرحانة بعمل روح ربنا فيها. فتتنطق معناها ترتدي منطقة. والنفس اللي بتلبس منطقة دي علامة على انها نفس بتتصف بالعمل الدائم والنشاط والحيوية. فلما عمل ربنا بيشتغل في النفس البشرية اللي كانت بعيدة عن ربنا، النفس البشرية بتبقى فرحانة جدا وبتنطلق للخدمة وللكرازة، وهي في منتهى البهجة والفرح بعمل ربنا جواها. وعبارة الأكام دي جمع أكمة، والأكمة هي التلة أو الهضبة. فيبقى تتنطق الآكام بالبهجة. الآكام دي هي كل نفس ذاقت حلاوة ربنا يسوع المسيح. لما تدوق حلاوة ربنا يسوع المسيح تبقى أكمة، تبقى التل، يعني تبقى هضبة صغيرة ارتفعت عن مستوى العالم لأنها فرحانة أوي بربنا. فكل نفس ارتفعت في محبة ربنا دي بتبقى في قمة البهجة. فالأكام هنا معناها تل أو هضبة. وفي الآية 12 برضو في الكتاب المقدس الدراسي بيقول: تموج مراعي البرية بالخير. في فان دايك بيقول: تقطر مراعي البرية. فالمراعي البرية هتقطر بإيه غير بالخير اللي ربنا ملا بيه النفوس اللي كانت بعيدة عن ربنا. وفي اليسوعية بيقول: مراعي البرية تقطر والتلال بالبهجة تتسربل. فعلا النفس اللي بتقرب من ربنا يسوع المسيح بيبقى لباثها أو متسربلة بالبهجة. هو متسربلة يعني لابسة ثوب البهجة ودايما فرحانة بعلاقتها بربنا. آية 13 بيقول: اكتست المروج غنما. المروج جمع مرج، والمرج هي الأراضي الزراعية. اكتست المروج غنما
يعني الأرض اللي كانت ناشفة لما حل فيها الروح القدس وعمل ربنا اشتغل فيها بقت كلها زرع وكلها ثمار. فالأرض لبست الثمار كأنها كسوة، كأنها لبس اتكست بيه. والغنم هنا يقصد بيهم المؤمنين، وفي وسط الغنم دولت وفي وسط المروج وفي وسط الأكام الراعي الصالح موجود، مصدر الشبع ومصدر الإرواء ومصدر الفرح. عشان كده بيقول اكتست المروج غنما. طبعا فان دايك بيقول ايه بقى؟ والأودية تتعطف برا. في الكتاب المقدس الدراسي بيقول ايه؟ وتتوشح الوديان بالحنطة. طبعا بيقول والأودية بالحنطة ايه تتوشح. كلمة الأودية تتعطف برا، البر هنا هو القمح. احنا احيانا ننطق غلط ونقول ايه تتعطف الأودية، الأودية تتعطف برا. هو مش بر، هو بر، والبر اللي هو ايه القمح. وده يقصد بيه ان الاراضي الزراعية اتملت غلة، بقت ارض مش مشبعة. النفس اللي شبعت بربنا يسوع المسيح هي كمان بقت ارض مشبعة، تقدر تشبع كل الناس بكلمة ربنا يسوع المسيح اللي هي شبعت بيها وارتوت كمان بيها. ده مش بس كده، ده بيقول تهتف وأيضا تغني. وفي الطبعة اليسوعية بيقول فيهتفون وينشدون. وفي الكتاب المقدس الدراسي بيقول فيهتف لك الكل فرحا وتسبيحا. فعلا ده حال كل نفس اكتست بعمل روح ربنا واكتست بعمل النعمة اللي ملت النفس بوابل من الماء بعمل روح القدس. فده حال النفس فعلا اللي شبعت وارتوت من ربنا، أصبحت مروج مكتسية بالبهجة، وحالها هو دايما عايشة حياة الهتاف والتسبيح والترنيم والنصرة. على الراديو، راديو دوغما 3.10.